تعالوا نعمل مع بعض الكب كيك الجميل قوي الفاتح الهش والطري جدا جدا، بديل للكيكة الاسفنجي بدون فصل البياض عن الصفار. مش عايزين اي تعقيدات، بالدقيق العادي. كلنا المكونات هتلاقيها ان شاء الله عندنا في كل بيت، وكمان هيستوي بدون فرن. شايفين الهشاشة والطراوة اللي هو فيها، ولونه فاتح جدا جدا وابيض وخطير. هننزل بثلاث بيضات كاملين في شفشق الخلاط العادي. احنا هنعملها بمنتهى السهولة زي ما قلتلكوا. هنضيف طبعا الثلاث بيضات كاملين، وهننزل على البيض بالفانيليا. بيض يعني فانيليا على طول. وهنحط كل المكونات اللي هي السائلة، كوباية من الحليب، ربع كوباية من الزيت، وكفاية قوي ربع كوباية. وهنزل عليهم بكوباية سكر، بس اهم حاجة الزيت يكون نوع حلو قوي يبقى طعمه حلو. حطيت كوباية من السكر وطبعا رشة الفانيليا، وبعدين هضرب كويس قوي في شفشق الخلاط. وبعد كده هنزل بالمكونات الجافة، واحط اول كوباية من الدقيق، هقلبها كويس بالمضرب اليدوي لحد ما تختفي. وبعدين هنزل بالكوباية التانية. الكوباية التانية هشيل منها معلقة واحدة بس من الدقيق، واحط بدالها معلقة من النشا. بصوا انا هنا هوريكم. بعد لما خلاص كل الكوباية الاولانية تختفي، هنزل بالكوباية التانية زي ما قلتلكوا، شايلة منها معلقة من الدقيق وحاطة بدالها معلقة نشا. ده بيفتح معايا اللون قوي. وكمان حطيت معلقة من الخل. انا ما صورتهاش، بس انا حطيت معلقة من الخل علشان تفتح معايا الكيك. الناس بتقول ان هو بيزفر، نهائي ما بيزفرش نهائي. الخل حلو جدا جدا في الكيك، بيفتحها وبيخليها كمان يساعد على انها ترتفع اكتر مع البيكنج باودر. بعد كده هوزعهم كلهم. طبعا انا حطيت الدقيق مع البيكنج باودر مع الدقيق عشان ما ننساهوش. هحط بقى كده حمام مية مغلية طبعا عشان نوفر الوقت. نحط بقى الكبات اللي احنا هنسويها، ونغطي عليها بغطا. يعني حطوه في حاجة تكون تكفي ان احنا نقفل بغطا، بحيث ان البخار ده هو اللي هيسوي لنا الكب كيك. هياخد معاكم تقريبا حوالي ربع ساعة على النار. هنسيبه نار عالية عادي علشان البخار يتكون ويسوي معانا احلى كيك، احلى كب كيك بجد هتدوقوه في حياتكم. حاجة كده شبه، عارفين انتوا الكيكة اليابانية؟ حاجة شبهها كده، طرية جدا وبتمط وخطيرة، وملمسها كمان مش زي ملمس العيش، لا هو ملمس كيك ومظبوط جدا جدا، لونه فاتح وقوامه خطير. لو عملتوه كده يعني مش هتعملوه بأي طريقة تانية، ولا هتحطوه في الفرن تاني. مش بيغمق ولا بينشف، وزي ما انتوا شايفين كده طري جدا. جربوا الطريقة دي، وتقدروا طبعا تزينوه براحتكم زي ما تحبوا، او تدوه للولاد في المدارس بالشكل ده. هيبقى حلو وطري وفاتح زي ما انتوا شايفين لونه اصلا، شايفين جماله. بجد بيتكلم عن نفسه. خطير جدا جدا وسهل، ومش محتاجين كمان ان احنا نشغل الفرن لو احنا في فصل الصيف والجو حر. لا ده هيخلص معاكم بسرعة، ما بياخدش وقت خالص خالص. انا تقريبا ربع ساعة، وقبل ربع ساعة كان خلص خلاص. زي ما قلت لكم اختصروا الوقت طبعا، واغلوا المية الاول علشان ما يقعدش كتير يعني على النار. حاجة جميلة، عشوة خفيفة كده، تقدروا تزينوه. انا عملت جزء منه بكريمة الزبدة، وتقدروا تزينوه طبعا زي ما انتوا حابين. وبألف هنا، ومستنية رأيكم في التعليقات، وجربوه.